ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ وصفتنا النهاردة احفظيها عندك من ضمن تفريزات رمضان. هتنفعك في العزومات وهتسد معاكي. وبنص كيلو لحمة مفرومة بس عملنا كيلو ونص كفتة. طعمها خطير واقتصادية مليون المية. بجد تستحق التجربة. اعتمديها عندك لانها هتنفعك جدا في العزومات وكمان جميلة في وجبات الإطعام بتاعة رمضان. وانا متأكدة ان وصفة النهاردة هتعجبكم وهتعتمدوها عندكم. دي قناتي وصفات ام جودي. لو اول مرة بتشوفوني ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل ليصلكم كل جديد. ولو انت بقى من متابعيني حبايبي، اوعي تنسي تحطي اللايك وتكتبي لي تعليق حلو كده. يلا بينا نسمي الله ونبدأ وصفتنا ونقول المقادير. معايا نص كيلو لحمة مفرومة، ومعايا عدد 2 بطاطس و2 بصلة متوسطة، نص حزمة بقدونس، قرن فلفل اخضر رومي او سبايسي، ومعلقة كبيرة توم. ومعايا بهارات، معلقة صغيرة ملح، فلفل اسود، 7 بهارات، بيكنج باودر، ومعلقتين كبار من توابل الكفتة، ومعلقتين كبار من البقسماط. هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف. خلينا نبدأ وصفتنا ونشوف هنجهزها ازاي. تابعوا معايا بس الفيديو للآخر عشان بجد هتستفادوا. وصفتنا النهاردة جميلة جدا واقتصادية جدا جدا، هتعجبكم وهتعتمدوها عندكم. هنجيب معايا نص كيلو لحمة مفرومة، عليه نص كيلو بطاطس، نص بطاطستين حجم وسط، وعليهم بصلتين برضو حجم وسط. هنقطع البطاطس معايا مكعبات زي ما انتوا شايفينها كده. وبعد كده هنكون حاطين حلة على النار مية بتغلي علشان خاطر هنسلق فيها البطاطس بتاعتنا. اظن مفيش اسهل من كده. هنغسل البطاطس بتاعتنا وبعد كده هنقوم نازلين بيها في المية بتاعتنا، وبعد ما تغلي هنحط فيها رشة ملح ونسلقها. هتستلق معايا سوا كامل. هاجي بقى نفرم بعد كده معايا بقية المواد. معايا هنا بصلتين متوسطين، هنحطهم في كبة صغيرة. وهننزل بالبصل ومعلقة توم. ومعايا قرن فلفل اخضر، يا اما رومي يا اما سبايسي حسب رغبتك. ومعايا نص حزمة بقدونس. هنفرمهم في الكبة فرم ناعم. وهقول لكم دلوقتي هنعمل ايه بعد كده. ان شاء الله الايام الجايه دي هنفرز فيها حاجات كتير قوي مع بعض، بس هنفرز حاجه حاجه. وهقول لكم دلوقتي ازاي هنعملها. هنقطع بقى البقدونس وكله في قلب الكبه وهنفرمه. وبعد كده هنحط بقى معايا البهارات واللحمه، ونعجن بقى معانا ايه خليط الكفته. ان شاء الله الايام الجايه دي هنصنف وصفاتنا. هنفرز حاجات كتير من اللحوم، بس انا هشتغل على صنف صنف عشان خاطر طبعا ظروفنا ما تسمحش ان انا اجيب كل الكميات اللي انتوا بتشوفوها في فيديوهات التفريزات دي. كل واحد فينا ظروفه على قده، وهنمسك صنف صنف كده ونفرزه. حتى كمان انت كمان ما تتعبيش صحيا وما تجهديش من وقفة المطبخ. هننزل بقى بعد ما فرمنا الخضار بتاعي في الكبة الصغيرة. هجيب بقى معايا كبة كبيرة، هنزل فيها باللحمة المفرومة بتاعتي، نص كيلو لحمة مفرومة. وهنزل بقى بالبصل اللي احنا فرمناه. طب هتقولي لي ما فرمتيش كل المكونات دي في الكبة دي ليه على طول من الاول؟ الكبة دي كبيرة فما بتفرمليش الخضار فرم ناعم، بتفرمولي فرم متوسط، وانا عايزاه فرم ناعم فبفرمه في كبة صغيرة. طب انا ما عنديش كبة كبيرة زي دي يا ام جودي. هقولك بعد ما تفرمي المكونات اللي انا قلتلك عليها، هتقومي خلطة المكونات دي كلها مع بعض على ايدك، وبعد كده تنزلي بقى حبة حبة في كبتك الصغيرة، وهتطلع برضو جميلة وهتديكي نفس النتيجة. هنزل بقى بيهم في الكبة الكبيرة بتاعتنا او الصغيرة بقى على حسب اللي موجود عندك، وهنقوم فرمينهم فرم ناعم. الكفتة دي يا جماعة والله جميلة جدا، انا مش بقول كده كلام وخلاص. اقتصادية. هتنفعك وقت زنقة لو انتي في مشوار وجاية متأخرة وعايزة تطلعي اكل تجهزيه على طول. هتطلعيها وهتقليها وهتقلي جنبها دور بطاطس، او هتعملي جنبها طبق مكرونة جميلة وهتعجب الولاد جدا. هتنفعك في رمضان لو انتي برضو عندك عزومة، هتعمل معاكي كمية محترمة جدا، هتشرفك قدام اللي انتي هتعزميهم.
عايزة تعملي وجبات اطعام من نص كيلو لحمة مفرومة هتعملي، طبعا هتاكلي منها يومها انت واولادك، والباقي هتطلعيه لله، وهتعتبر يعني برضو ما كلفتيش نفسك حاجة. يعني ما تطلعي 10 اطباق اطعام في يوم، برضو حاجة كويسة، وتبقي انت برضو يوم قضيتيه وعملتي فيه وجبة وفطرته، والباقي طلعتيه اطعام، هتعمل معاكي كمية محترمة جدا وهتعمليها. ممكن تعملي الكمية دي وتقسميها على مرتين ليكي في البيت، موفرة جدا يا جماعة والله، وطعمها جميل، وطعم البطاطس فيها مش باين. هنزل بقى بالكفتة في بولة، من بعد ما هنزلها من الكبة، وهقوم دهنة ايدي دهنة زيت كده، وابتدي ان انا اسمغها كده، واقوم حاطة عليها كيس مغطياها بكيس ابو ورق استرتش، وهدخلها التلاجة تستريح، لان طبعا البطاطس كانت سخنة معايا وما ينفعش نصبعها، لان لو صبعناها في الوقت ده مش هتمسك خالص في البيض والبقسماط، احنا عايزين قوامها يبقى حلو كده. خلاص ده طلعت من التلاجة معايا بعد ساعة او بعد ساعتين، جبت معايا طبق حطيت فيه كوبايتين دقيق، وطبق فيه كوبايتين بقسماط، نزلت هنا بمعلقة نشا وهنا بمعلقة نشا. النشا تخلي الكفر بتاعها من بره مقرمش وجميل. بس كده هنجهزها، وهنجيب معايا بيضتين، عشان خاطر هنطلعها من الدقيق نحطها في البيض، وبعد كده البقسماط، وبس كده وخلصت معانا الكفتة. طعمها جميل، مفيش اجمل ولا اروع من كده. هسيب لكم المقادير بتاعتها في صندوق الوصف، وان شاء الله انا متاكده ان انتوا هتعتمدوها عندكم. انا جيت لكم النهارده اهو بوصفه كفته، ممكن بكره انزل لكم بوصفه كفته تانية برضو هنعملها وهسويها قدامكم وهتشوفوا نتيجتها، والباقي هنعينه في الفريزر. انتي برضو كده في البيت هتعمليها، هتتغدي منها انتي والاولاد، والباقي هتعينيه في الفريزر. مش هنزل لكم طبعا بالكميات اللي انتوا بتشوفوها دي، ربنا يزيد الناس كلها يا رب، طبعا كل واحد بيعمل على قد امكانياته. في فيديوهات طبعا انتوا بتشوفوها اكيد بيبقوا عاملين كميات كبيرة جدا من التفريزات، ربنا يزيدهم. بس انا هعمل لكم وصفة علشان تبقي ماديا في استطاعتك تعمليها، وكمان بدنيا تقدري ان انت تقفي تعمليها، مش هنيجي على نفسنا ومش هنجهد نفسنا في وقفة المطبخ، وكمان هنمشي على قدنا على حسب مصروف البيت. مش هنكدب على بعض، كلنا ظروفنا على قدنا، ربنا يزيد كل واحد يا رب ويعين كل واحد على حاله. هنعمل وصفات جميلة هتنفعنا في تفريزات رمضان، وهنعمل كل حاجة. انا قبل كده عملت معاكم من اسبوع تفريزات الخضار، وبرضو ما عملتش كميات كبيرة، عملت من كل صنف خضار جبت كيلو، وعرفتكم بيتعمل ازاي. انتوا برضو ممكن تجيبوا وتعملوا زي كده، تجيبوا من كل صنف خضار، عملنا البسلة والفاصوليا والسبانخ والقلقاس والجزر وفرزناهم، ما اجهدتش نفسي وجبت كميات كبيرة، لا جبت من كل صنف كيلو وفرزته، عرفتكم الطريقة ازاي. انتي بقى اعملي كده زي، عايزة تعملي كيلو براحتك، عايزة تجيبي صنف واحد تعمليه في اليوم برضو براحتك، ان شاء الله تجيبي 20 كيلو وتعمليهم. المهم تاخدي الفكرة وتعتمديها عندك. فرزنا الخضار بطريقة صحية وكانت نتيجتها ممتازة، ودي بعتمدها عندي، وبصراحة بتطلع طعمها جميل، والخضار بيفضل محتفظ بلونه وبطعمه. وفرزنا البطاطس الفارمو فريتس كمان، وعملنا الترشي عشان رمضان، كل سنة وانتم طيبين، وعملنا معجون صلصة الطماطم البرطمانات بتاع الشركات، وعملنا الطماطم العصير عشان الطبيخ. هسيب لكم كل الفيديوهات دي في علامة الاي وفي شاشة النهاية، علشان تشوفوا الطريقة اللي عملنا بيها تفريز الخضار. ولو عايزيني اعمل لكم الايام الجاية دي اي وصفة تفريزات قولولي، جايز تكون تاهت عني، وان شاء الله الايام الجاية دي هنعمل وصفات كتير، بس زي ما اتفقنا هنعمل صنف صنف. لو متفقين معايا اكتبولي في التعليقات متفقين، هنعمل صنف صنف نتغدى منه ونعين الباقي في الفريزر. خلاص وبس كده، يهمني رأيكم ويهمني اشوف تعليقاتكم الجميلة. خلاص خلصنا الكفتة بتاعتنا، طلعناها بقى من البيض، من الدقيق على البيض على البقسماط، ودي كانت الكمية بتاعتي كلها، عملت معايا تقريبا 24 او 25 قرص كفتة من اللي انتوا شايفينه ده، وعلى الميزان عملت معايا كيلو ونص ما شاء الله. انتوا هتجربوها وهتعملوها بنفسكم وهتشوفوا النتيجة، وما تقلقيش خالص وتقولي ان البطاطس طعمها هيبان،
اطلاقا، طعمها مش هيبان خالص. انتوا هتجربوا بنفسكم وهتشوفوا. نزلت بيها في زيت غزير، درجة حرارته متوسطة عشان خاطر ما تاخدش لون من بره وتفضل نية من جوه. هنحطها في الزيت ونوطي النار، وبعد كده هنشيلها بقى من الزيت على منديل او على شبكة تصفي الزيت بتاعها، وبس كده. هتدوقوها وان شاء الله انا متأكدة انها تعجبكم. بألف هنا وشفا على قلوبكم، تفريزات الهنا عليكم يا رب. ودي كانت الكمية معايا كلها ما شاء الله. انا سويت برضو وهو قدامكم جزء علشان تشوفوا نتيجتها. وان شاء الله كل تفريز هنعمله ونسوي منه، والباقي هنعينه عشان ما نجهدش نفسنا ونحمل نفسنا فوق طاقتها. زي ما انتوا شايفين الكفتة معايا شكلها جميل ازاي، الكفر بتاعها مقرمش من بره، مستوية من جوه وجميلة. البطاطس مش باينة فيها خالص، اديكوا شايفين اهو، اللحمة هي اللي باينة. وطعمها بجد خطير. عايزاكم تجربوا الوصفة وتقولوا لي فيها رأيكم. ولو عايزين تسألوا على اي حاجة في الوصفة اكتبوا لي في التعليقات وهرد عليكم. ولو عايزة تعملي ربع كيلو لحمة بس، اعملي وقللي المقدار، وانا هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. واتمنى ان انتوا تشوفوا الوصفة وتقولوا لي فيها رأيكم وتنفذوها. وكل تفريزات وانتوا طيبين يا رب. يا رب الوصفة تكون عجبتكم النهاردة ونالت رضاكم. دمتم في رعاية الله وفي حفظه وفي امان.